كيحسب ليك الامور غاديه مزيان، ولكن كتفيقي واحد النهار كتلقاي راسك غارقه وسط الضغط والتوتر والوحده. واش عمرك سولتي راسك علاش؟ يمكن تكوني كديري اخطاء بسيطه، ولكن مفعولها كبير بزاف. واخا ما كتحسيش بها، راه كتمص منك الراحه والطاقه، كتدمر حياتك شويه بشويه. اليوم غنهضر لكم على 7 الاخطاء كيديروهم بزاف ديال العيالات. كنتمنى ما تكونيش منهم، عندك تكوني منهم. اول خطأ، كتحطي الناس كاملين قبل راسك. تقدري تنزلي الام، الراجل، الدراري، الخدمه، شي مرات الجيران، وانتي كتجي في الاخر كاع، او ما كتجيش كاع. النتيجه شناهي؟ كتحسي براسك فارغه، خاويه، بلا هويه، بلا نفس، بلا روح. المراه كتخلي كل شي عنده اولويه قبل راحتها. كتسبق ديما، الراجل تسبق الخدمه، تسبق العائله، تسبق الصحابات، تسبق الجيران. كتبقى تأجل في راسها، تأجل في أحلامها، تأجل صحتها، تأجل وقتها، وشي مرات حتى مشاعرها كتأجلهم. مع الوقت هويتها كتبدا تنقص حتى كتسالى، حتى كتفقدها. كتولي تحس بواحد الفراغ كبير داخل. ما كيبقاش عندها طاقة، ما كيبقاش عندها دافع، ما كيبقاش عندها فرح، ما كيبقاش عندها سعادة. مثلا الام تقدر تسهر الليل كامل مع وليداتها واخا تكون مريضه، لكن كتقول ماشي مشكل، المهم هما يكونوا بخير. تقد توقف نهار كامل وهي كتوجد الماكله وتطيب وتنقي وتغسل، تعاونهم في الواجبات ديالهم، في الدروس ديالهم. تقدر ما تاخدش حتى ربع ساعه ترتاح فيها، تقدر تشرب فيها قهوه مثلا، تقدر تبقى بلا صله، تقول بلاتي تنسالي. النتيجه كتنهار عصبيا، كتولي تعصب من اقل حاجه، وتزيد تحس بالدرب من الفوق انها كتعصب. مازال غنزيدو نهضروا على هاد الاخطاء كاملين، وغنهضروا على كل خطأ بالتفصيل، ونشرحوه مزيان في سلسله غلطة حياتي. الا بغيتو تتبعوا هاد السلسله وبغيتو تسمعوا الشرح ديال كل خطأ مع امثله وحلول واقعيه وفعاله، فاشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. دابا نحاولوا ندوزو مباشره للخطأ الثاني. كتسكتي على الظلم، كتقولي انا صابره، صبر جميل. انا معاك، الصبر زوين، ولكن الظلم راه مرفوض. سامحي ولكن ما تسكتيش على حقك، لان الظالم كيتغدى بسكوتك. الخطأ الثالث، كتحاولي ترضي الناس كاملين، كتنسي راسك. الحقيقه عمرهم ما غيكونوا راضيين عليك، وكل ما زدتي تنازلتي كتر كل ما حسيتي بالغبن كتر. رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا النفس فرض عليك. الخطأ الرابع، مضيعة حياتك في التليفون بدون معنى. كتبقاي تضيعي في حياتك وتضيعي في وقتك، سكرول، فيديو، لايك. تقدري تدوزي ساعة، 2، 3. فين مشى الوقت وانتي باقي عندك ليستة ديال الحوايج اللي باقا ما درتيهمش؟ في التالي دماغك كيترون، كتحسي بالضغط. رقم 5، ما كتخططيش لحياتك، كتعيشي النهار بنهارو. كتقولي دابا الله يسهل، دابا ربي يسر الامور. انا معاك، ولكن النجاح محتاج خطة. راه ابسط الامور في حياتك خاصها تنظيم. ميمكنش تبقاي ديما عايشه في دور البومبيه. ما كنقصدش بها المصباح، البوله. كاين شي مناطق في المغرب كيقولوا البوله. غنفتح هذا القوس بخصوص القضيه البومبيه. علاش هضرت على هذه النقطه هذه؟ لان طبعا حنتوما عارفين ان المغرب ديالنا بلد غني، ومن طنجة للكويره كل منطقه عندها اللهجه ديالها،
وكل منطقة عندها اللكنة ديالها ولهجات متعددة، وكل واحد وكيفاش كيقول الكلمات، وكل واحد كيفاش كينطق بعض المفردات. مثلا كلمة بومبية في مناطق الشمال كيقصدوا بها المصباح، البولة اللي كتشعل. طبعا انا هنا فاش قلت لك غتعيشي دور البومبية ما قصدتش بها المصباح، ولكن قصدت دور الاطفائية اللي كنقصد رجال الاطفاء. يعني انت غتكوني بحالك بحال رجال الاطفاء، كتبقاي عايشه في هذا الدور هذا، كتطفي المشاكل وحده مر وحده. كتطفي هذا المشكل كيبان لك مشكل اخر، كتمشي تطفي هذا المشكل كيبان لك مشكل اخر، تبقاي جالسه كتطفي مشكل مر مشكل. مازال غنزيدو نهضروا على هذا الشيء اكثر، ونزيدو نطولوا ونفصلوا ونشرحوا كل نقطه من هذا الشيء في فيديوهات جايه في سلسله غلطة حياتي. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وديروا لايك، ما تنسوش اللايك باش يوصلكم كل جديد. الخطأ، ندوزو للخطأ السادس. الخطأ السادس كتحاولي تكوني مثالية في كل شيء، مثالية وطلب الكمال. هاد النقطة باقي غنزيدو نهضروا عليها بزاف في الفيديوهات الجاية. كتلقي راسك باغيه تكوني مثاليه في الدار، مثاليه في الخدمه، التربيه، الماكله، كلشي خصو يكون قاد، كلشي خصو يكون وادك. ربما كاين اللي كيركزوا على شكلهم حتى شكلك، النتيجه شنو هي؟ ان اعصابك كيتلفوا، كتبقاي تجلدي راسك كل مره، وهذا الشيء طبعا غير صحي نهائيا. الخطأ السابع انك كتحشمي تطلبي المساعده، ما كديريش التفويض، كتقولي انا غنقد ندير هذا الشيء بوحدي. ولكن الواقع ماشي ضعف الا طلبتي يد العون، بالعكس، القوه هي انك تعترفي بانك محتاجه توقفي شويه وتفوضي بعض الامور اللي ماشي ضروري ديريهم انتي الناس اخرين. ماشي عيب انك توقعي في هاد الاخطاء هادو، العيب هو انك تسكتي عليهم تخليهم يستمروا. الوعي هو اول خطوه نحو التغيير. قولي لي في التعليقات شنو هو الخطأ اللي حسيتي براسك كطيحي فيه، وشاركي الفيديو مع شي مرة عزيزة عليك، خليها تاخد فرصة تراجع حياتها.